شكرا لك سيدي يا حسين، شكرا لك مولاي، شهران قضيناها في رحابك الطاهر، بسكب الدموع، بلبس السواد، وإعلان الحداد. شكرا لك يا أبا عبد الله أن دللتنا عليك، ففتحت لنا باب خدمتك، وأعنتنا بالبكاء عليك، لعلنا اقتربنا بدموعنا واحتراق قلوبنا، فقد نغفل فنذنب ونعصي ونعصي، ولكنك الكريم، ويقيني بك أن لا ترد خادمك السقيم. مولاي بجودك جد علي، واقبلني وامنن علي برضاك. سيدي يا حسين، كيف الخروج الآن والوداع بعد شهرين؟ ولكن لن أقول وداعا، بل سأصرخ اللهم لا تجعله آخر العهد. سأظل أنتظر المحرم في كل عام، سأظل أنتظر الحداد عليك سيدي ما دامت أنفاسي باقية، فلحظة أقضيها في مجلسك الشريف أحب إلي من سنين العمر بأجمعها. فما أسعد القلوب التي تعلقت بك يا سيد القلوب، بل أنت سيد العقول والأفكار. وإنه عند غيري لعجب أن تكون السعادة، بل قمة السعادة في البكاء والأنين. وأي بكاء؟ إنه البكاء الحسيني. إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا. أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا.